السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة درس رقم 4 من الشابتر التالت. هنتكلم بس النهاردة هو يعتبر الشابتر خلص أصلا، بس هنتكلم بس عن في غلطة عملناها هنا. لقينا هنا إن الأكاونت ريسيفبل هنا في زيادة ب4500. 4500 دي جم منين؟ إحنا لو جينا هنا رجعنا الفترة اللي فاتت وجينا نبص على الأرقام بشكل صحيح، لقينا هنا إن إحنا زودنا الريفينيو ب5000 والمفروض كان يزيد ب500 بس. لو ضربنا 25 في 20 هتبقى كام؟ هتبقى 500 بس. 500 بس، فهنا في فرق 4500 احنا زودناه في الريفينيو وزودناه في الاكونت ريسيفبل، فده هنا في غلطة. فدي المفروض تبقى كام؟ تبقى 2220 زائد 500، فهتبقى 2720. طبعا الغلطة اللي احنا ظبطناها هناك هتبقى كام؟ 2720 بس. 2720. ال50 هنا ثاني غلطة. هنا الاكيوميليتد ديبريشيشن كانت 50. المفروض ما فيش حاجة اسمها تطرح في الترايل بالانس، هي بتطرح في البالانس شيت لكن مش بتطرح في البالانس شيت في الترايل بالانس. فالمفروض دي هتبقى كريدت، هتبقى هنا ب50، هتبقى هنا كريدت ب50. طبعا هنا بالنسبة للاتنين دول، طبعا هنا كمان المفروض ان هنا قللنا الاكونت ريسيفبل ب4500، لازم نقلل الريفينيو هو كمان ب4500. يعني المفروض الرقم ده كمان يقل ب4500 الرقم ده. فلو قلنا الاتنين هيبقى الرقم هنا مختلف طبعا، هتبقى 43400. هيبقى 43 لو ظبطنا التعديلات اللي احنا قلنا عليها ديت هيبقى الرقم 43400. نفس الكلام هنا 43 و400. هو دوت الغلطة بس اللي كانت في الترايل بالانس. طيب هنا في حاجة كمان كنا عايزين نوضحها، اللي هو الاناليسيز. لما نيجي نحلل في تحليل بسيط جدا بيبقى جميل جدا. احنا بنجيب هنا بنقارن ما بين سنتين مع بعض اللي هو 2010 2009. الارقام هنا بس عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم، هي الارقام عبارة عن ايه. هنا الفيز ايرند هي هتصغر بس ايه يعني، ممكن نكبرها شوية كده، كبرت قوي. ماشي، هي هنا كده واضحة شوية. هنا لو احنا عملنا الأرقام دي، لو نبص لها هنا هتلاقي 2010 2009 هنا 6000 32% من الإيراد. يعني لو قسمنا 60000 على الرقم بتاع الإيراد اللي هو الريفينيو الفيز ايرند هيطلع 32. يعني انت مصاريفك أكتر مصاريف عندك هي ايه؟ هي اكسبنس الويجز، المصاريف بتاعة الويجز العمال عندك دي أكتر مصاريف بتصرفها وبتاخد من الايرنت بتاعتك او الريفينيو بتاعك. بعد كده الرنت اكسبنس 8%، اليوتيليتي اكسبنس 6%، السولايز اكسبنس 1.4%، الميسلينيوس اكسبنس بتاخد 1.2%. فاكتر مصاريف عندك الويز اكسبنس. بيوضح لك يعني المصاريف ان هنا كتير بالنسبه. فانت لما انت خدت بالك من التقرير ده بتاع 2010، هنا كانت في 2009 كان عندك نفس تقريبا الارقام، بس هنا كان اليوتيليتي كانت اقل منها والويجز كانت اقل. هنا بس كل الفكرة ان انت قللت المصاريف، زودت المصاريف بتاعتك في الويجز وزودت المصاريف بتاعتك في اليوتيليتي اكسبنس. فهنا بتبدأ تشوف المقارنة ديت بتبقى عاملة ازاي. فالارقام ديت بتيجي من هنا، بتقسم الرقم ده على الريفينيو هيديلك النسبة ديت، ونفس الكلام هنا على ده هيديلك النسبة ديت. فهنا عشان بس نعرف ازاي بتجيب الارقام دي. هنا في الاخر انت بتكسب كام من كل مكسبك من الايراد اللي بيجي لك. بتكسب كل دولار بيخش لك النت انكم، كل دولار بيخش لك بتكسب منه نص دولار و70، يعني 57 سنت. كل دولار بيدخل بتكسب منه 57 سنت. انما هنا كل دولار كان بيخش لك بتكسب منه 52 او 528 سنت. 528 سنت. هنا 507 عفوا، هنا مش 557، لا هنا 507. يعني 50 سنت و7 من 10. هنا 52 سنت و8 من 10 لكل دولار بتكسبه يعني. فده بالنسبة للأناليسيز. هنا المفروض بقى انك تحل السؤال دوت أول سؤال المفروض تحله. هنا كمان لازم نعرف ان في حسابات ظهرت جديدة، اللي هي الحسابات ديت ظهرت جديدة. الاكيوميليتد ديبريشيشن ظهرت في الاسيتس. خلي بالك ان هو كونترا اسيتس. هنقول تاني كونترا اسيتس. الاكيوميليتد ديبريشيشن او الاوفيس اكويبمنت كان 1.19، لازم يجي بعد الاوفيس اكويبمنت على طول. هنا 1.8، هنا 1.9 على طول، لازم يجي على طول. والويجز بيبل ظهر، ده حساب ظهر جديد. الرنت ريفينيو ظهر جديد كمان. الديبريشيشن اكسبنس ظهر جديد. الانشورنس اكسبنس ظهر جديد. فعندنا هنا 5 حسابات ظهرت جديدة
عندنا من ال adjusting entries بتاعتنا. المفروض كمان تحل السؤال دوت، تشوف هنا الإجابة بتاعته تبقى عاملة ازاي، تشوف هتسجل القيد هيبقى شكله عامل ازاي. القيد ده كمان المفروض انك انت تحاول تسجله. ادي قيد كمان برضو في adjusting entry عايز تعمل، ادي قيد كمان المفروض انك تعمل القيد ده كمان، وادي قيد كمان المفروض انه يتعمل كمان، وادي ال adjusted trial balance اللي احنا كنا عاملينه طلع زي ما قلنا ب43,400 زي ما احنا قلنا، اللي هو كان ريسيف ب2720 احنا كنا حاسبينها غلط بس. وال50 بتاعت ال depreciation كانت كريدت مش ديبت، هي assets بس كريدت. والكمان ال final revenue لازم هو كمان كان يقل، عشان احنا قلنا ده ب4500 لازم نعمل كمان الريفينيو ب4500. السؤال ده كمان المفروض انك تحاول تحله. السؤال ده كمان المفروض انك تحاول تحله، والسؤال دوت كمان المفروض انك تحاول تشوف الاكسبنس دوت. يعني الريكوجنيشن هو الماتشنج برنسبل، والريكوجنيشن السؤال اللي قبله كان بتاع الريكوجنيشن بتاع الريفينيو، ده الماتشنج برنسبل. هنا تشوف اسم الحساب دوت بيتحط في البالانس شيت ولا في الانكم ستيتمنت. كل الحسابات دي طبعا كوست اوف جود سولد يعني تكلفة البضاعة اللي اتباعت دوت بيبقى انكم ستيتمنت، هنتعرف عليه لسه قدام شوية. كل ده اتوقع ان احنا عدت علينا كل الحسابات ديت، كل الحسابات دي عدت علينا. هنا on financial statement هيبقى فين، في أي حتة في ال financial statement، في البالانس شيت ولا income statement، وهنا debit ولا credit يعني. السؤال ده طبعا طويل شوية، تحاول تحل السؤال دوت عشان أعمل لك journal entry، وبعد كده الإفكت هيبقى يأثر على أساس liability والأونرز، يعني بيربط لك الشابتر الأولاني خالص والتاني بالتالت، يعني هو ربط لك تلاتة ببعض هنا في السؤال دوت. فأنت لازم تحاول تحل السؤال ده لأنه سؤال شامل، يعني ده سؤال شامل. يعني السؤال ده برضو لازم تحاول تحله. هنا دوت تعريف سهل وده تعريف سهل وده تعريف سهل. هنا لما manipulate of revenue and expense to achieve specific change in owner's equity، يعني هنا بيتلاعبوا بالريفينيو والاكسبنس عشان يوصلوا للاونرز equity معين، عشان يرضوا الملاك او يرضي المالك او يحب نفسه، يعني هو المالك هو عايز يرضي نفسه. فهنا دوت manipulate تلاعب بالريفينيو دوت. مين اللي هيكسب ده نتنك او الريفينيو ولا الاكسبنس؟ اكيد earning management، المدير هو اللي عايز يتلاعب وعايز يكسب، فبالتالي ده earnings management دي manipulate بيتلاعب، يبقى هو مين اللي بيعمل كده؟ المدير عايز يكسب نفسه يعني. هنا جايب لك 4 حاجات ويقول لك قول لي انهي نوع من انواع ال adjusting entries. تحاول برضو تحل الكلام ده. كمان السؤال دوت المفروض انك تحاول تحله، هو في يعني في تكة بسيطة لكن سهل، يعني لو فكرت فيها تعرف تحله بسهولة برضو. السؤال ده كمان تحاول انك تحله. هو محتاج how cash was received for service provided during John، يعني سؤال فيه لفة برضه بسيطة بس تحاول تحله. وبعد كده بقى تحل practice exercise دي. طبعا كل مرة بحب أعيد الكلام تاني إن احنا لازم تحاول تحل الأسئلة كلها. مفيش حاجة اسمها إنك أنت تحل شوية وتسيب شوية، لأن العملية مش هتعرف في الآخر، مش هتعرف تجمع درجات صح. لو أنت طبعا في السي والسي بي اللي أنا بتكلم عنه لازم بعيد كل مرة وأنا بجيب الأسئلة لازم تحل الأسئلة. مفيش حاجة اسمها إنك تقول لا أصل ده سهلة وبتاع أنا حلتها كتير وأنا زهقت من الحل والكلام ده. مفيش حاجة بتيجي بالساهل يعني، اوعى تفتكر إن في حاجة هتيجي لك بالساهل. لازم تحاول تحل كل الأسئلة ديت علشان تقدر بعد كده لما تخش الكورس الجديد هتبقى العملية أسهل بكتير. لو أنت حليت الأسئلة ما حلتش الأسئلة وجيت تخش في الكورس الجديد بتاع سنة تانية هتلاقي نفسك واقع مش فاهم حاجة من سنة تانية خالص. فبالتالي تحل الأسئلة اللي أنا قلت لك عليها دي كلها واحدة واحدة، تحلها عادي. لما تاخد معاك يومين 3 4 هتاخد 4 أيام. طبعا هو أنت الترم كله أنت بتاخد فيه 7 شباتر أو 8 شباتر، فأنت لما تاخد ترمين مثلا وتاخد فيهم شوية أسئلة حلوين زي دولت هتعرف. يعني هو مثلا لما يكون عندك 8 شباتر أو 9، يا أخي لو أخدنا 10 شباتر في الترم يعني كل أسبوعين شابتر، يعني أنت لما تيجي تحل كل أسبوعين الأسئلة دي والشابتر بتسمعه في قد إيه؟ في ساعة ساعتين، وبعد كده تحل الأسئلة كلها. يعني هو كل المشكلة عندك إن أنت تحل. المشكلة إن أنت تحل، حليت هتشتغل، ما حليتش خلاص. يعني حتى لو أخدنا 8 شباتر هو كل الترم ده الترمين دولت فيهم 17 شابتر. 17 لو قسمناهم على ترمين يعني 17، لو قسمناهم على ترمين هيبقى كل ترم فيه مثلا قول 9 شباتر أو 8 شباتر ونص. فمش كتير 8 شباتر ونص مش كتير، يعني لما أنت تكون خلصنا كده 3 في كام كلهم كام ساعة. طبعا لازم تحل. انا قلت لك اهو، قعدت اكد عليك اكتر من مره انك لازم تحل. ما حلتش بقى
فدي هتبقى مشكلة بالنسبة لك قدام مش دلوقتي، انت هتحس انك فاهم دلوقتي وكل حاجة، لكن هتبقى مشكلة لما تيجي الكورس بتاع سنة تانية، لان هديك الكورس بالكامل. مش هشيل الكورس حتة واسيب حتة زي ما بيعملوا الدكاترة. لا، الكورس هقوله بشكل كامل. فكفاية كده، ما تحلش البروبلم سيريز برضو زي ما احنا قلنا. البروبلم طبعا دي في الاخر بقى، اللي عاوز بقى يتعمق اكتر ويحضر حاجة في الاخر خالص، مش مهمة اصلا يعني، مش مهمة هنا دلوقتي، لكن البروبلم بتاع السنة التانية هي اللي هتبقى اهم اكتر. كده نكون خلصنا الشابتر رقم 3، اشوفكم ان شاء الله في الشابتر اللي بعد كده.